لو رسمت كلمة AI على الموبايل بتاعي هيفتح لي التطبيق ده، ولو رسمت حرف ال F هيشغل الكشاف. دي حاجات واختصارات تقدر تعملها بنفسك بحيث ترسم أي رمز أو أي حرف على الشاشة ويشغل لك أو يعمل لك أي ميزة أنت تختارها. كل ده باستخدام التطبيق ده. تطبيق ممتاز جدا ومتاح ليك بشكل مجاني تفعل 3 ميزات أو 3 تطبيقات أنت محتاجها تشتغل لما ترسم على الشاشة بالشكل ده. فكرته حلوة جدا وسهلة وبسيطة ومتأكدة إنك هتحب إنك تجربه. السلام عليكم اخواتي الحلوين، أنا إيمان محمد، وفي الفيديو ده هكلمكم عن شوية تطبيقات قوية ومفيدة جدا بإذن الله. أتمنى تجربوها وتعجبكم أكيد. مش هطول عليكم، لايك واشتراك في القناة ويلا بينا نبدأ على طول. التطبيق التاني هو اللي عرضناه في أول الفيديو واللي فتحناه لما كتبنا كلمة AI. تطبيق كل وظيفته إن هو ينظف لك النصوص اللي بتنسخها من الذكاء الاصطناعي اللي بتكون جواها بعض العلامات والرموز المخفية. قبل التنظيف بتكون بالشكل ده، وبعد التنظيف ما بيكونش فيه أي علامة جوه النص. التطبيق ما بيحولش الكلام لكلام بشري، هو بس بينظف لك النصوص بمنتهى السهولة. تدخل التطبيق تعمل لصق للكلام اللي انت نسخته وبعد كده تنسخ الكلام النظيف تماما. اما ده فهو تطبيق رائع ومهدئ للاعصاب كمان. هو تطبيق خلفيات ولكن جميل جدا، بيظهر لك الوان تفاعلية على الشاشة بتتغير وتتفاعل معاك كل ما لمست شاشة الموبايل بالشكل ده. تقدر تختار الخلفية اللي تعجبك منهم لان في اشكال كتير جدا، منه نسخة مدفوعة تقدر تضغط على علامة الاكس وتكمل في النسخة المجانية، ولما تعجبك اي خلفية من الخلفيات الموجودة اضغط على علامة الدايرة واختار تثبيت خلفية للشاشة، وبعدين استمتع بأشكال جميلة جدا خلفية لشاشة موبايلك. وده تطبيق ذكاء اصطناعي تقدر تكلم بيه الذكاء الاصطناعي ولكن بدون انترنت. وظيفة التطبيق ان هو يعرض لك نماذج للذكاء الاصطناعي وتقدر تستخدم اي نموذج من النماذج دي ولكن بدون ما تكون محتاج تتوصل بالانترنت. كل ده من خلال انك تختار اي نموذج انت عاوزه وتحمله مرة واحدة. حجم النموذج بيكون ما بين 2 جيجا بايت الى 4 جيجا بايت. المهم في الموضوع انك تتأكد ان جهازك قوي ويتحمل تشغيل نموذج ذكاء اصطناعي عليه. غير كده فهو نموذج ذكاء اصطناعي يقدر يجاوب على اسئلتك وينقذك لما يكون مش متاح معاك انترنت. لما يكون عندك صورة او فيديو ومش حابب الاشخاص اللي معاك وشوشهم تظهر في الصورة او استعمل عليها نغمشة او حتى اخفاء، استخدم التطبيق ده، لان التطبيق ده وظيفته انك لما تديله اي صورة وتضغط على وش اي شخص موجود فيها تلقائيا يقدر يضيف لك لون او حتى نغمشة او بلور على الصورة. كمان متاح انك تعمل بلور على وش الاشخاص في الفيديوهات، ولكن اما تشترك في النسخة المدفوعة او تشوف اعلان عشان تقدر تضيف فيديو. تطبيق لطيف ومجاني، ولكن زي ما قلت في بعض المزايا المدفوعة او مزايا تتفتح فقط اذا شفت كم اعلان عشان تقدر تستخدمها. اما الناس اللي بتحب تغير من شكل موبايلاتها ولكن ما عندهاش فكرة ممكن تعمل ده ازاي، فده تطبيق يحل مشكلتك، لان هو بيعرض لك اكتر من شكل مختلف لشاشة موبايلك تقدر تطبقه وتنفذه عندك بمنتهى السهولة، لانه بيشرح لك حرفيا كل حاجة. ايه الخلفية اللي استخدمها، ايه الايقونات اللي استخدمها، ايه اللانشر اللي هو بيستخدمه الى اخره. في منه حاجات تقدر تحملها ببلاش وفي منه حاجات تقدر تدفع لها فلوس عشان تقدر تحملها وتنفذها على موبايلك. الحلو فيه ان هو بيدي لك كل حاجة بلينكات تحميل مباشرة، عشان كده بنصحك بالتطبيق ده لو انت من الناس اللي بتحب تغير في شكل الموبايل. ساعات كتير جدا ناس كتير بتقولك اللينك موجود في اول تعليق، ولكن الكلام ده بيكون على انستجرام. مشكلة انستجرام انك لما تضغط على اي لينك ما بيفتحش معاك، بيكون عبارة عن نص فقط. عشان كده كل اللي عليك تعمل له سكرين شوت وبعدين تبعت الصورة دي للتطبيق ده، تلقائيا هيفرغ كل النص اللي موجود جواها واللي من ضمنه هو اللينك اللي انت نسخته. تقدر تفتح اللينك ساعتها وتحمل الحاجة اللي انت عاوز توصل لها. الا اي منشئ محتوى ساعات كتير بيسيب لك الرابط موجود في اول تعليق عشان يسهل عليك الموضوع. انا منهم على فكرة، انا لو بايدي كنت بعته لك لحد البيت، ولكن للاسف مضطرين نعمل كده لان انا ساعات بقول الاسم وبكتب الحاجة على الشاشة وناقص اكتبها في المكان ده وبرضه الناس بتسألني هو فين اللينك. عشان كده ده تطبيق يحل مشكلتك من خلال ان هو يفرغ لك اي نص موجود في الصور. على فكرة دي ميزة موجودة اصلا في معظم الموبايلات، ولكن في موبايلات كتير كمان ما فيهاش الميزة دي لحد دلوقتي. وده تطبيق ذكي جدا مفيد قوي لو عندك كمبيوتر، لانه بيقدر بمنتهى السهولة يحول موبايلك للوحة تحكم سريعة للكمبيوتر بتاعك. تقدر من خلاله تحمل التطبيق على الموبايل وتحمل نفس التطبيق على الكمبيوتر بتاعك وتوصل ما بينهم عن طريق اسكان الكيو
QR كود او حتى من خلال الIP اللي هو هيديهولك. بعد كده بتقدر تضيف اي برامج او تطبيقات حابب توصل لها بسرعة، هتظهر على لوحة تحكم موجودة في شاشة موبايلك. تسيب موبايلك على المكتب كده وانت بتشتغل، ومنتهى السهولة لما تضغط على اي ايقونة لاي تطبيق موجود على الموبايل يفتح فورا ويشتغل على الكمبيوتر بتاعك. البرنامج مجاني وبيدعم اضافة لحد 6 ايقونات فعالة وشغالة، ولو حبيت تشغل حاجات اكتر من كده هتشترك في النسخة المدفوعة. اما دول تطبيقين مش اي حد يقدر يستخدمهم، لان هما تطبيقات لسه تحت التجربة لحد دلوقتي. لو انت عاوز تجرب التطبيقات دي، كل اللي عليك بمنتهى السهولة تنضم لجروب مختبرين التطبيقات على جوجل. ما تخافش، ما فيهاش اي حاجة غير رسمية، كل الموضوع ماشي بشكل رسمي تماما، وهتحمل التطبيقات من جوجل بلاي. بس الفكرة انك عشان تكون من الناس المميزة اللي بتجرب التطبيقات قبل الاعلان عنها، حاول تنضم الى الجروب ده. هتلاقيني سايبالك اللينك في اول تعليق. بعد ما تعمل انضمام للجروب، اول تطبيق في التطبيقين هو فكرته بسيطة جدا، بس بيحللك مشاكل كبيرة جدا بنواجهها كل يوم، وهي ان احنا ساعات كتير مثلا بنشوف فيديو على الانستجرام بنعمل له شير لحد من صحابنا، او حتى لمحادثة خاصة ما بيننا وبين نفسنا كده عشان نرجع نشوفه مرة تانية، او حتى مثلا لينك من هنا على فيديو من هناك على حاجة مهمة عاوزين نفتكرها، وبننسى اصلا احنا حفظنا الحاجة دي فين وسبناها في اي تطبيق تحديدا. ده غير ان التطبيقات دي تحديدا تطبيقات التواصل الاجتماعي مش دايما بتكون امان. عشان كده ده تطبيق عبارة عن محادثة واحدة بس ما بينك وما بين نفسك، مفيش اي سيرفرات خارجية، مفيش اي بيانات بتتخزن عند اي حد غير جهازك انت. كل اللي عليك بعد ما تحمل التطبيق، واجهته سهلة جدا، تقدر تسجل صوت، تبعت ملفات، تبعت صور، فيديوهات، اي حاجة انت عاوزها ما بينك وما بين نفسك. وبعد كده لو شفت اي ريل عجبك او اي فيديو عجبك سواء على اليوتيوب، تيك توك، فيسبوك، انستجرام، اعمل له شير واختار ايقونة التطبيق ده. تلقائيا هتتبعت وتتساب جوه لحد ما انت ترجع لها بنفسك وتشوفها. ده لو انت مش حابب تعمل سيف على التطبيق الاصلي. شخصيا انصحك جدا بيه لانه بيحافظ على خصوصيتك بشكل كبير، وهتنظم كل الحاجات اللي انت عاوز تفتكرها في مكان واحد. اما التطبيق الثاني من التطبيقات اللي تقدر تجربها لو انضميت لجروب جوجل هو تطبيق حفاظا على خصوصيتك. يعني مثلا كنت تعرف ان اللينكات اللي بننسخها من شات جي بي تي مثلا بيكون في اخرها كده مكتوب ان المصدر هو شات جي بي تي؟ حاجه بتكشفك الصراحه. مش بس كده، كمان بعض اللينكات اللي احنا بننسخها سواء من انستجرام، فيسبوك او غيره بيكون فيها بعض الحاجات اللي بنقدر نتتبعك من خلالها، زي مثلا الاي دي وغيرها. عشان كده قبل ما تبعت اي لينك او رابط عندك لاي حد لازم تتاكد ان هو نظيف تماما. لو نسخت اي لينك او رابط وبعدين لصقته في التطبيق ده، هيقدر بمنتهى السهوله لو اللينك ده نظيف وتمام هيقول لك الرابط نظيف ومفيش اي مشكله. لو الرابط ده محتاج تنظيف هينضفه لك ويسيبه لك جاهز للنسخ. كمان هيعمل لك سجل يفكرك بكل الروابط اللي انت عملت لها تنظيف قبل كده، بحيث لو احتجت ترجع له مره تانية. اتمنى يكون التطبيقات دي عجبتكم فعلا. كل الروابط موجوده في اول تعليق وفي الوصف، وكمان موجوده على موقع mobiarab.com، الموقع اللي بسيب عليه كل حاجه اول باول. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، واشوفكم الفيديو اللي جاي على خير.